العراقية للبحرينية؟ ربما إن شاء الله على الأقل رفع الفيز بين الجوازات الدبلوماسية والخدمة، وإن شاء الله يعني هذا الموضوع جاري البحث فيه. احتفلت سفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين بالذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية وبذكرى النصر على الإرهاب. تفاصيل في هذا التقرير. هذا الاحتفال هو تضمن مناسبتين عزيزتين على العراق. الأولى هي احتفال بذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية، 100 عام على الدبلوماسية العراقية منذ تأسيسها الآن، والإنجازات والمسيرة الحافلة بالإنجازات التي تحققت طيلة مسيرة هذه الدبلوماسية منذ عام 1924. أما فيما يخص المناسبة الثانية، هو يوم عزيز على قلوب العراقيين ودول المنطقة وكل العالم. يوم تصدى العراق لأعتى هجمة ظلامية تكفيرية حاولت أن تطيح بالمنطقة، واللي هي الانتصار على داعش الإرهابي. أكو جهود مشتركة طبعا، المملكة حفتنا دائما الرعاية والدعم. حقيقة هنالك جهود لأن يكون ربما إن شاء الله على الأقل رفع الفيز بين الجوازات الدبلوماسية والخدمة، وإن شاء الله يعني هذا الموضوع جاري البحث فيه. لم يتم توقيع أي شيء فيه ضرر، ولكن هنالك مشارات في خصوص هذا الموضوع. بواقع 5 رحلات أسبوعيا، 4 منها إلى مطار بغداد الدولي، ورحلة إلى مطار نجف الدولي. وهنالك أيضا نية لفتح أن يكون طيران الخليج في مناطق أخرى من العراق، سواء كان في الإقليم أو في أماكن أخرى. ما وطني الجلال والجمال